هي السوشيال ميديا بقى، مش هنبطل استرخاص بقى ونمسك في الترندات بقى ولا ايه؟ مش كل ترند يطلع بقى كل المطاعم المشهورة الكبيرة الحلوة بقى تروح تسترخص بقى وتجيب ونعمل على قفا بقى. عيب بقى، سيب الناس زي ما هي في طريقها، اللي مكمل في سكته مكمل بقى، مش هنوديهم لسكك تغري النفوس ونقول المجتمع بيبوظ ليه بقى. مش كل يوم بقى نلاقي ترند طالع بقى نركبه بقى الموجة بقى، ناخده نلففه على كل المطاعم نعمل له كام اعلان نسترزق من عليه بقى واسترخاص وحاجة كده تغير السكة والنفوس والضمير. كده ما ينفعش بقى، خلينا حلوين بقى. مش كل يوم والتاني نطلع ترند بقى نسترخص على قفا بقى. انتوا شايفين الترندات عملت في السابقين ايه؟ فسيبوا الناس الطيبة تكمل زي ما هي، شجعوهم على محتواهم يكبروا زي ما هم. بلاش ان احنا نستغلهم كل يوم والتاني في مطعم ومكان شكل. انتوا عارفين الواحد لما يمسك 10 20 ألف جنيه ما بيشوفش قدامه. بلاش تغيروا النفوس باسترخاص الترندات. المطاعم ما هيش فقيرة علشان تروح تجيب نجوم يعملوا لها اعلانات او هم يعملوا ممولات. كفاية بقى سرقة ترندات، حرام، ما ينفعش كده والله. ولا ايه بقى؟